بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم لشبكة سلام الإعلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين لفضله، ونصلي على صفوة خلقه أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وتابعيهم بوعي وصبر وجلد إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام متابعي شبكة سلام الإعلامية، أحييكم تحية طيبة مباركة وبجمال هذه اللغة الأنيقة الباهرة المبهرة. إليكم بيت شعر حفظناه عن أستاذ اللغة العربية بمدرسة كسل الأكاديمية الثانوية بالسودان، الوطن العزيز، الوطن الشامخ. كان أستاذنا المقيم الراحل محمد صالح ابن هارون، كما كان يحلو أن نسميه ويسمي نفسه بابن هارون عليه الرحمة، كان يقول دوما في مفتتح حصته في اللغة العربية، يقول: سلاما لو تجسد كان درا وياقوتا يقلب باليدين. نعم، كان يفتتح دائما بهذا البيت ويختتم حصته اللغوية بذات البيت: سلاما لو تجسد كان درا وياقوتا يقلب باليدين. ارتأيت أن أفتتح حلقة هذا اليوم بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام الطيبين. ارتأيت أن أفتتح هذه الحلقة بذلك البيت من الشعر. عزيزي المشاهد، هذه هي الحلقة الرابعة من برنامج مع اللغة العربية، وعنوان الحلقة هو أسباب ازدهار اللغة العربية في إريتريا، أو عوامل ازدهار اللغة العربية في سنواتها الذهبية. العنوان بحد ذاته عزيزي المشاهد يطرح سؤالا آخر: وهل ما تزال اللغة العربية في ازدهارها؟ وما السائل عبر هذا البرنامج أوعى وأفهم وأشهد من المشاهد والسامع، بمعنى الواقع حال ناطق ولسان صادق، والمشاهد خير شاهد على ما هي عليه لغتنا الجميلة اللغة العربية. بالعودة مشاهدي الكريم إلى عنوان الحلقة، وهو عوامل ازدهار اللغة العربية في إريتريا في سنواتها البيض. ودعوني أعرج على عنوان الحلقة السابقة. قلنا العصور الذهبية للغة العربية في إريتريا. حقيقة هي لم تكن عصور بالمعنى الزمني الدقيق، إذ إنها لم تتعدى سوى سنوات أو سنوات بعينها، كثرت أم قلت، لكنها قطعا لم تكن إلا عصورا ذهبية، نظرا لما آلت إليه أوضاع اللغة العربية في إريتريا منذ بداية خمسينيات القرن الماضي وحتى تاريخه. وقد تشاركني الزعم عزيزي المشاهد أنها كانت سنوات زاهية لمكانة اللغة العربية في المجتمع الإريتري وحركة تطورها، كما أنها كانت عصورا ذهبية شاخصة باصرة. هذه لا بد من تأكيدها على مفردة العصور التي ذكرتها في الحلقة السابقة. هي كانت نعم سنوات، ولكنها كانت بمثابة عصور من الزمن وفترة طويلة. كذلك في الحلقة الماضية عزيزي المشاهد والمشاهدة الكريمة، تواعدنا أن تكون هذه الحلقة، أي الحلقة الرابعة، عن أوضاع اللغة العربية في إريتريا اليوم وحال الناطقين بها. إلا أنه وأنا أعد وأفكر إلى إعداد الحلقة هذه الرابعة، عن لي وارتأيت الحديث عن أهمية والتطرق إلى العوامل والأسباب التي ساعدت وهيأت
أن تكون اللغة العربية في ذلك العهد حاضرة ومزدهرة ومتطورة في السنوات التي تحدثنا فيها. والعكس بالعكس، الانتفاء تلك العوامل، ها هي اليوم اللغة العربية ليس تنعى حظها بين أهليها، ولكنها تخطت محطات النعي والحزن والأسى. وإن لم نتدارك الأمر عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، فالأمر جد خطير. واستعراض تلك العوامل والحديث عنها بشكل مفصل ربما يقرب لنا الصورة بالنسبة لنا جميعا مشاهدين كنا أو مرسلين من ناحية أخرى كذلك يمكننا إذا أردنا وعزمنا بشكل جاد إعادة الحياة والازدهار والتواجد للغة العربية في إريتريا. وهناك جملة كثيرة من العوامل التي ساعدت على ازدهار لغتنا الجميلة اللغة العربية في إريتريا في السنوات التي أشرنا إليها في الحلقة السابقة. لكن من نافلة القول نذكر جملة من العوامل، وقد تكون هناك عوامل أخرى، ولكن ربما تكون هذه أهم العوامل التي ساعدت على ازدهار وتطور اللغة العربية في إريتريا. أول العامل يأتي العامل التاريخي، ويمكن إجمال العامل التاريخي في أن اللغة العربية في إريتريا أصيلة وليست دخيلة على المجتمع كما يزعم الزاعمون. ولعل حديث الأستاذ الراحل الكاتب السياسي أستاذ محمد سعيد ناود رحمة الله عليه وهو يتحدث عن اللغة العربية وأصالتها نعيد بعض الإشارة إلى ما تطرقنا إليه ربما في الحلقة السابقة، إذ قال إن اللغة العربية لم تأتي مع الاستعمار لأن العرب لم يستعمروا إريتريا. هذه نقطة مهمة جدا جدا الناس لا تنتبه إليها. إريتريا استعمرت من أعاجم، سواء كان من الخواجات الأوروبيين ومن الأفارقة وحتى تاريخهم. فلو كانت استعمرت من مستعمر عربي، كما أن اللغة الإيطالية انتشرت في إريتريا لأن المستعمر كان مستعمرا إيطاليا، وهكذا أيضا اللغة الأمهرية انتشرت في إريتريا لأن المستعمر كان أمهريا، وإن كانت الأمهرية أصلا مفروضة حتى على شعوبها، وهي لغة أقلية الأقليات حتى في إثيوبيا، ولكنها انتشرت لأنها توفرت لها عوامل. في إريتريا التي لم يكن لها في ذلك الوقت لا حول ولا قوة، فانتشرت اللغة الأمهرية حتى للذين درسوا الأمهرية، والذين لم يدرسوا الأمهرية كانت عوامل الحياة من ثقافة ولغة ومناهج وفنون وموسيقى وما إلى ذلك برضو انتشرت ولاحقت الناس في أرحام أمهاتهم، حتى أمثالنا الذين لم نجلس أمام مدرس باللغة الأمهرية أن يتحدث لنا بلغة أمهرية، حيث كان الحظ وافرا أن نبدأ دراستنا بالوطن الثاني السودان العزيز. لكن لأننا عشنا برضو طفولة وبدايات شباب في البلد، فبرضو تلقفنا تلك اللغة أو تلقفتنا من حيث لا ندري، سواء كان من أخواننا وأخواتنا داخل البيت وهم يدرسون ونحن أطفال دون سن الدراسة، أو كذلك مما كنا نسمعه في وسائل الإعلام وفي المنشورات، إلى أن أصبحنا نفهم تلك اللغة ونتحدث بها بالشكل الذي يمكننا من التواصل. وأنا ما دار أغير لغتي وأتحدث قليلا، ولكن برضو اللغة الأمهرية فيها كثير من المفردات العربية، والعكس صحيح كذلك، وربما نشير إلى ذلك. وبالتالي العرب لم يستعمروا إريتريا، وبالتالي هي ليست لغة مستعمر،
لكنها لغة شعب ولغة أصيلة في المجتمع الإريتري. وهذه لفتة مهمة جدا جدا لفت إليها أستاذنا محمد سعيد ناو. ويضيف قائلا إن اللغة العربية جاءت عبر الهجرات العربية الموغلة في القدم، سواء كان من الجزيرة العربية، من السودان العزيز، من جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومن شمال إفريقيا بعد أزمة ونكبة الأندلس والقرن الإفريقي، ونتج عن تلك الهجرات بالإضافة لظواهر أخرى كما يشير إليها أستاذنا محمد سعيد ناو. وبالتالي معرفة الأصول التاريخية للشعب ولغته وتقاليده وثقافته وجذور وتاريخ الموغل في القدم تعتبر مسألة ذات أهمية كما يقول، وهي تعتبر من أهم الركائز لوحدة المجتمع والشعب. ويؤكد على ذلك أو يطالب الدارسين والأكاديميين الإريتريين في مجال البحث والتاريخ والأدب بكل فروع الالتفات إلى تلك المسألة. هذا كان البعد التاريخي أو العامل التاريخي اللي ربط اللغة العربية وثبت أركان في إريتريا، وازدهرت وانتشرت وتطورت، وسنتطرق إلى ذلك في السنوات كيف كانت وكيف كانت مزدهرة، وربما أشرنا إلى ذلك في الحلقة الثالثة. أيضا عزيزي المشاهد، من العوامل التي ساعدت على ثبات اللغة وتطورها وازدهارها في إريتريا العامل الجغرافي. وأكدنا على أن إريتريا ظلت مرتبطة ارتباطا وثيقا بجوارها العربي، سواء قبل ظهور المسيحية أو قبل انتشار الإسلام في المنطقة بما فيها إريتريا. وبالتالي العامل الجغرافي أيضا كان له دور كبير في ذلك. ومما يذكر الكتاب إن للجوانب التاريخية أو الجغرافية كما ذكرنا استخدام اللغة العربية كلغة ثقافة ودين في إريتريا كان قبل الاحتلال البريطاني لإريتريا وقبل الاحتلال الإيطالي والحكم التركي المباشر أو الحكم المصري نيابة عن تركيا في ذلك الوقت. وكأننا نتحدث هنا مما كتبه المؤرخون للعوامل الجغرافية، ويكفي النظر إلى موقع إريتريا الجغرافي الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بما كانت تشهده المنطقة أو الجزيرة العربية حتى قبل التشكل الأخير بعد اتفاقية سايكس-بيكو، والتي وزعت وقسمت المقسم أو عملت شيء مما يذكره المؤرخون وحدة وتفككا يعني. وهنا يحضرني كتاب الدكتور عاصم الدسوقي المؤرخ المصري، تناول منطقة الجزيرة العربية وهذه الدول الموجودة، ومعظمها طبعا أو الدول التي تتشكل منها جامعة الدول العربية 22 دولة حتى تاريخه. ومن غرائب الأمور أن إريتريا لا تكون عضوا في تلك، وربما هذه المسألة نتحدث عنها في يوم من الأيام عبر كيف أبعد هذا المستعمر الموجود الآن إريتريا من محيطها العربي المرتبط بالتاريخ والجغرافيا، وكذلك المؤثرات الثقافية وغير الثقافية الموجودة في المنطقة. ربما نتحدث إلى ذلك أو نتناول ذلك في يوم من الأيام. عموما 22 دولة معظمها موجودة في أو جزء منها موجودة في المنطقة أو الجزيرة العربية. وهذه الدول الموجودة في الجزيرة العربية كل العوامل أو كل الأحداث التي شهدتها هي كان لها انعكاسات وتأثيرات على إريتريا بشكل أو آخر. وبالتالي من الجانب المنطقي تاريخيا وجغرافيا أن إريتريا تأثرت وتتأثر، وهي جزء من ذلك الكيان وذلك المحيط على الأقل في الجانب الجغرافي.
والجانب الجغرافي طبعا كان له تأثيرات، سواء كان بنقل الثقافات والحياة، أسلوب الحياة اليومية، وشكل حتى العمل، أثر على العادات والتقاليد والثقافة وما إلى ذلك. ولو أمعنا النظر في عادات وثقافات وحتى ملابس وزي وكل للمجتمع الإريتري عموما، للقوميات التسع، وقعدنا ونظرنا إلى التراث والفلكلور الموجود في الجزيرة العربية، يؤكد على أن ذلك جزء لا يتجزأ، أو هو شكل واحد موزع في مناطق مختلفة. ده دليل على أن العامل الجغرافي كان له دور كبير في تثبيت أشياء كثيرة في إريتريا، منها هذه اللغة التي يأتيكم هذا البرنامج من شبكة السلام الإعلامية، وتحديدا تحت مسمى أو اسم مع اللغة العربية. أحييكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، وأنتم تتابعون الحلقة الرابعة من هذا البرنامج، ونتحدث عن عوامل وأسباب ازدهار اللغة العربية في إريتريا. تحدثنا عن عاملين: العامل التاريخي والعامل الجغرافي، أو الجغرافي كما يقول بعض اللغويون أو اللغويين عفوا. وهنالك عامل ثالث وهو ذات أهمية كبيرة، وهو العامل الديني، سواء في فترة انتشار المسيحية أو بعد دخول الإسلام، أو انتشار الإسلام ودخول الناس إلى دين الله الحق أفواجا، وانعكاس ذلك في واقع اللغة العربية. وهنا إذا ما أردنا أن نتحدث عن هذا البعد الديني اللي كان له دور كبير في ترسيخ دعائم هذه اللغة، طبعا هنالك من يحاول أن يربط أنه ليس للإسلام أو لم يكن للإسلام ذلك الدور الكبير في ترسيخ اللغة العربية في إريتريا، تحت مزاعم أن اللغة العربية كانت موجودة حتى قبل انتشار ودخول المسيحية للمنطقة، وكأنه يحاولون أن يفرغوا البعد الديني في اللغة، أو ترسيخ وتثبيت اللغة العربية في إريتريا، وكأنهم يسعون إلى أن يفصلوا ما بين هذه اللغة والدين الإسلامي، وهي طبعا سياسة خبيثة جدا جدا. ويقول لك إنه اللغة العربية كانت موجودة حتى قبل ظهور المسيحية، وحتى قبل ظهور الإسلام كانت، نعم، ولكن هذا لا ينفي أن للإسلام ودخول الإسلام وانتشار الإسلام ودخول عدد هائل، بل في مستهل الدعوة حتى قبل أن ينتشر الإسلام في المدينة المنورة، من مكة توجه إلى إريتريا عبر البحر كما هو معروف، ما دارين نخش في التفاصيل. لهذا الفتح الدين الإسلامي في المنطقة، وتحديدا في إريتريا. والإسلام كما هو معروف لغته هو القرآن الكريم، اللغة العربية، وجاء بمفاهيم وحتى الناس الذين دخلوا من غير العرب قرأوا القرآن أو معاني القرآن الكريم بلغات أخرى. في إريتريا انتشر، ويمكن مؤخرا في العصور أو في السنوات الأخيرة بدأت الناس تقرأ معاني القرآن، سواء في المنطقة إذا كان أخذنا إثيوبيا أو منطقة الحبشة بشكل عام باللغة الأمهرية وغيرها. لكن إلى عهد قريب الإريتريون كانوا يقرؤون القرآن باللغة العربية، حتى تفسير القرآن بلغة التيغرينيا أو لغة التيغرايت أو أي لغة أخرى يعني لم يأتي إلا متأخرا في السنوات الأخيرة، سواء كان الإنسان يعني من أي قومية كان، طالما هو مسلم فإنه كان يقرأ القرآن باللغة العربية، وكان لا يحتاج أن يقرأ معاني القرآن الكريم بلغة أخرى من اللغات الثماني الموجودة في إريتريا حتى تاريخه. هذا يؤكد أصالة هذه اللغة في المجتمع الإريتري. حتى من الشعوب، هنالك طبعا شعوب
لها امتدادات للجزيرة العربية. في إريتريا أعني قوميات كثيرة، وهنالك قوميات إفريقية المنشأ والمنبت، لكن حتى أولئك من القوميات الإفريقية سواء كانت سامية أو كوشية وغيرها، عندما يدخلون إلى دين الله سبحانه وتعالى كانوا يتشبثون باللغة العربية، بل هناك من أبدع فيها وكتب فيها حتى من غير الأصول العربية، كتب بها الشعر والمسرحيات وما إلى ذلك، وهذا ليس محله. هذا كله يؤكد على أن العوامل التاريخية والعوامل الجغرافية وجاء العامل الديني بعد ذلك فثبت دعائم هذه اللغة. وعندما نقول ذلك يعني برضو العامل الديني كان له يعني أدوات وله يعني جملة من العوامل بحد ذاتها يمكن نتحدث عنها إن شاء الله في حلقات قادمة، منها الخلاوة، خلاوة القرآن الكريم، وكذلك المعاهد الدينية، وأيضا الإعلام، الإصدارات الإعلامية التي كانت تصدر في الفترة من خلينا نقول من الأربعينيات وحتى يعني بداية المؤامرات التي حيكت ضد اللغة وضرب هذا المجتمع في صميم لغته ولغاته عموما. لكن الهدف الأساسي كان هذه اللغة، لأن اللغة العربية في إريتريا ليست لغة فئة معينة، لكن لغة كل المجتمع. وإذا كانت لغة كل المجتمع الإريتري، وسنأتي إلى ذلك ونؤكد بالوقائع، يعني المجتمع الإريتري اللغة العربية كانت بالنسبة له حتى في السنوات في بدايات العهد الإثيوبي كانت مسألة عادية ويتحدث بها الناس ويدرسون بها. وحقيقة نحن عندما عدنا إلى إريتريا بداية التحرير بعد 91، والله حقيقة يعني وأنا أقول للتاريخ أي شخص سواء كان مسلم أو لو كان مسلم طبعا لغته دي معروفة لأنه قرأ الخلاوة والقرآن وتعلم بها أمور دين وحياته كده بتاع، فاللغة العربية عنده ما يعني هي لغة أصيلة بالنسبة له. لكن حتى من غير المسلمين الأخوة المسيحيين، أي واحد عمره أكثر من 60 سنة مثلا من الناس الكبار بكل أريحية تتحدث معه ويتكلم معك ويقرأ ويعمل، ولما تسأله يقول لك نحن درسنا بهذه اللغة، نحن درسناها. طيب سيبتوها 200؟ يقول لك بعد ما جونا الجماعة الأمهرة وكده، وبعدين الجماعة الحاكمين اليوم كملوا الباقي. هو نفس المشروع لاستعداء هذه اللغة. والأسوأ من ذلك أن هذه الزمرة الحاكمة اليوم أنها خلقت يعني شكلت المجتمع الإريتري حتى من بين المسلمين، يعني مع الأسف الشديد من جزء من المسلمين من الناطقين بالعربية وغير المسلمين، يعني خلقت عداء مستميت وشحنتهم بالشحنات. يعني ويمكن نشير لها في يوم من الأيام لماذا استهدفوا هذه اللغة وربطوا اللغة هذه بمشاريع وأجندات خارجية، مشاريع إرهابية، مشاريع استعمارية، حاجة شيء يعني فظيع جدا جدا. حتى المستعمرون لم يأتوا إلى ذلك أو لم يعني ما فكروا ذاته يربطوا، إلى درجة أنه 30 سنة وقبلها نحن نقدر نقول من السبعينات هذا الاستعداء من أولئك الشعوبيين كان على قدم وساق. وعندما تمكنوا وأصبحوا دولة سخروا كل الأدوات المنهجية والتربوية والمشاريع الثقافية والإعلامية وكذلك الفنون والفلكلور والآداب، وشكلوا يعني الشخصية الإريترية. وأي عادي جدا يقول لك اليوم احنا ما عندنا علاقة بهذه اللغة بكل بساطة، يقول لك واحد يعني، ويقول لك شنو يعني تحت ذريعة انه يقول لك يا اخي اللغة ما هي عبارة عن بس وسيلة للتفاهم والعناية، ليس إلا. بالمناسبة هذه أخطر عبارة في مسألة اللغات. أي لغة في الدنيا ليس الهدف منها هو مجرد التواصل، لا، اللغة تحمل ما تحمل.
تحمل ثقافة، تحمل مواقف، تحمل قيم، تحمل يعني اتجاهات. خلونا نشملها باتجاهات، وعندما نقول اتجاهات بتشمل كل القيم والمواقف والآراء والعادات والتقاليد والقيم الدينية وما إلى ذلك. اللغة بتحمل في أحشائها اتجاهات للحياة تماما. عشان كده نحن بنقول قول الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. وبالتالي كانت تلك أيضا واحدة من العوامل. سنأتي إلى العامل الديني كيف رسخ خاصة الإسلام، وكيف تمسك بهذه اللغة، وكيف تمسك بها أولئك الإرتريون، بالذات المسلمون في إريتريا. وكما قلت إنه برضو في العهود القديمة حتى المسيحيين كانوا يدرسوا بها دون الإحساس بالحرج أو شيئا من ذلك، إلى أن جاءت الفترة السوداء في تاريخ اللغات في إريتريا، وتحديدا ما يتعلق باللغة العربية، وانتشرت وإلى اليوم. طبعا هؤلاء يعني سنأتي كيف أصبحت اللغة العربية أو واقع اللغة العربية في عهد هؤلاء الحاكمين اليوم. أيضا من العوامل التي ساعدت في تقديري هو العامل التجاري الذي انتشر وراج بين إريتريا والجزيرة العربية، سواء في باديتها الأولى بالنسبة للجزيرة العربية، أو بعد أن شكل المستعمر الغربي الخارطة العربية، سواء كانت وحدة أو تفكك كما أشرت إلى ذلك. ونعلم كثير في إريتريا كثير من التجار، مش في السنوات الأخيرة في الأربعينات والخمسينات، لكن التاريخ يؤكد على أنه التجار العرب كانوا موجودين في إريتريا من الجزيرة العربية قصدي، وكان بالنسبة لإريتريا بالنسبة لهم يعني موقع تجاري وموقع استثماري وشيء يعني التاريخ يتحدث بنفسه. حتى الفترة التي شهدنا فيها عدد من الإخوة اليمنيين، من الإخوة الحجازيين، ومن العراقيين كذلك كما يحدثون الكبار، وكانوا من السوريين ومن اللبنانيين في إريتريا، عملوا بالتجارة فانتشرت اللغة العربية، وكانت لغة تجارة ولغة رائجة يعني في إريتريا. وعادي جدا أنت تتحدث مع التاجر يتحدث مع العامل ومع المشتري وما إلى ذلك. فالعامل التجاري الذي ارتبط، لأنه موقع إريتريا برضو هي كل سلسلة مرتبطة بعضها ببعض، حتى العامل التجاري لم يأتي باراشوت أو كده من مناطق بعيدة، ومجرد شقوا البحر، وأقرب منطقة بالنسبة لهم كانت إريتريا، فانتشرت اللغة. فالعامل التجاري كان له دور كبير كذلك. أيضا من العوامل التي ساعدت في انتشار اللغة العربية وتثبيت أركان ودعائمها كان العامل الاجتماعي، بمعنى التصاهر والتزاوج الذي حدث بين قبائل إريتريا سواء كانت من أصول عربية أو من أصول إفريقية، ومجموعات عرقية إثنية، قبائل ومجموعات في الجزيرة العربية. والتزاوج هذا موجود بكثرة طبعا، ولأنه برضو كما في الأثر يعني أنه تغربوا ولا تضوا، يعني حتى في الزواج نحن مأمورين أن نمشي بعيد شوية، يعني حتى لا تضعف فينا الجينات الوراثية. ولذلك التزاوج يعني بين المجتمع الإريتري خاصة الفئة المسلمة يعني كان لقيم ومسائل دينية بحتة. كثير من الزيجات والمصاهرات حدثت وجرت بين المجموعات الإسلامية والعدد الجاي من الجزيرة العربية، لأنه للدين كان له دور كبير ورابط أساسي ما في شك. ومعروف أنه الدين الإسلامي عنده مفاهيم معينة ومحددة واضحة جدا جدا في مسألة الزواج والتزاوج، سواء كان وليس كما يروج هذه الأيام وللأسف الشديد يعني في بلاد غالبية أهلها مسلمين كالسودان الوطن الشقيق العزيز، ويروجون أولئك الملاحدة والشيوعيين والماركسيون
ومن يدور حولهم في هذه آه، في هذه الصيحات التي نسمعها عقب زوال حكم الإنقاذ. هنالك من يحاول أن يشرع حتى لمفاهيم الزواج وما إلى ذلك. فالقرآن الكريم والدين واضح فيه مسألة الزواج وكيف تتم بين يعني، والآيات معروفة، أنا ما لا أخش في الآيات، ولكن للعامل الديني كان له دور وتأثير في عملية التزاوج بين المسلمين في إريتريا وأخوتهم المسلمين في الجزيرة العربية. كذلك برضو أنا لا أستبعد أن كان هناك عوامل غير هذه، وإن كان هي مرتبطة برضو بجوانب أخرى، اللي هي العامل النفسي كمان اللي كان له دور كبير. أنا بقول يعني لأنه الإنسان يتمدد إلى منطقته. يعني مثلا لو أخذنا مثلا نسبة اللجوء من الشعب الإريتري منذ أن وطئت أقدام المستعمرين أرض إريتريا، يعني كتب علينا أن نهاجر. والهجرة لو قلنا 90% كانت للجزيرة العربية كمان، ابتداء من السودان وانت ماشي هناك. السودان نعم، واحدين يقولوا الناس الجداد بالذات افريقيا وكذا، يقولوا افريقي الموقع، لكن هو عربي التطلع كما معروف، وكل الدول العربية حتى الموجودة، ويكفي جمهورية مصر العربية. فهجرات الإريتريين سواء كان من المسلمين وغير المسلمين كانت معظمها إلى الجزيرة العربية. والبرنامج قد لا يتسع عشان ما ندخل في التفاصيل، يكفي أنه قرابة المليون لاجئ إريتري الموجود الآن في السودان. في السنوات الأخيرة، لأنه الحرب على الأمة العربية وعلى الإسلام كان على أشده من المستعمر الجديد الذي جاء بعد 91، ولأنه برضو الهجمات على الأمة العربية في ثقافته وفي دينه وفي رؤاها كانت برضو على المنظومة الدولية، أو جاية من من القوى العظمى الدولية وما إلى ذلك. ففي الأخير بدأت الهجرات من الإريتريين إلى أوغندا، إلى كينيا، إلى بتاع، حتى إثيوبيا لم تكن فيها هجرة تلك الهجرات، لأنه ربما الواحد يفسر على أنه ما كانت مستعمرة، لكن برضو في ناس دخلوا إثيوبيا لاجئين وبعدين استوطنوا وبقوا إثيوبيين وغيره. لكن بشكل عام عندما ننظر لماذا كانت هجرة الإريتريين معظمهم إلى الدول العربية، ده بحد ذاته يؤكد على أنه هذا الامتداد الجغرافي والتاريخي والتجاري وكذلك له عوامل نفسية. لأنه الإنسان اللاجئ الإريتري عندما يلجأ إلى الدول العربية عادي جدا كيف كان يتعامل يعني باللغة العربية. واحد يكون ما قاعد يتكلم باللغة العربية، أول ما يقعد في السعودية ولا في أي منطقة، حتى لو كان من الناس غير الناطقين بالعربي في القوميات الإريترية، أول ما يقعد شهر شهرين 3 شهور يتحدث العربي، حتى لو كان عربي جوبا زي ما يقولوا، لكن هو ما عندوش أي إشكالية. بالعكس الآن حتى المتعلمين عندما يخرجوا إلى أوروبا، إلى دول ثانية حتى الإفريقية، سواء كان فرانكفون أو أنجلوفون، تلاقيهم يواجههم صعوبة جدا جدا حتى التحدث والتواصل. هذه العوامل النفسية أنا أعنيها، والعاطفة والارتياح والاندياح كان موجود إلى الجزيرة العربية. ذلك لم يأتي من فراغ، ربطا ب طالما الجزيرة العربية هي معناها نحن في دائرة اللغة العربية. كذلك كان هناك عامل العامل العلمي في العوامل التي ساعدت ورسخت. العوامل العلمية اللي هي المتعلقة بالأكاديميات والدراسات. طبعا عدد هائل من الإريتريين يعني نفروا من أجل العلم وهاجروا بلادهم من أجل الحصول على علم والمعرفة، وكان معظمها إلى الدول العربية، الأزهر الشريف والعراق وسوريا، مصر عموما يعني، والعراق والسودان العزيز. هذه الهجرات العلمية والهجرات المعاكسة، أو قدوم أولئك المعلمين، يعني بيقولوا لك في العهد
فترة الانتداب البريطاني معظم المعلمين كانوا من السودان، ولذلك كان يدرس اللغة العربية بشكل عادي. وأنا أعرف كذا من المعلمين بدأوا معلمين حتى أصبحوا مدراء معلمين، وعندما جاء العهد الأسود الاستعمار الإثيوبي تحت الفيدريشن وما إلى ذلك، أولئك المعلمين اضطروا أن يعودوا، هو معلم ومدير بالنهار ثم يصبح طالب عشان ما يدرس اللغة الأمهرية. وفي ناس والله درسوا حتى اللغة التجرينية، يعني حقيقة يعني في ناس حدثوني بذلك، يقول لك أنا ما درست بالتجرينية ولا بالأمهري، درست باللغة العربية وكنت أدرس بها. ثم شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن أصبحت كما ذكرت في الحلقة الثالثة أن أصبحت اللغة العربية لغة غريبة في إريتريا، وسادت لغة هذا المستعمر لحاجة في نفسه. أنا ما أقول اللغة التيغرينية ليست لغة إريترية، هي لغة إريترية، لكن كانت دائما رديفة مع اللغة العربية. حتى يعني لو رجعنا إلى الدستور بتاع 52، وفي ناس ما يحلو اليوم نسميه دستور أو برلمان 52، لما أقر اللغة العربية واللغة التيغرينية، وأن تأتي يعني لم يأتي والعطف، أنت عندما تقول جاء محمد وأحمد، أنت تعرف إنه محمد ده جاء قبل أحمد حتى لو واو، ويسموها واو المعية يعني، أو لما تقول جاء أحمد ثم كده بتاع. فحتى لو يعني أخذناها من الجانب اللغوي، يعني كان السبق للغة العربية ولم يأتي ذلك من فراغ. نعم كانت هنالك حروف في البرلمان ومواجهات ومشاكسات هنا وهناك، ودارت المعارك الكلامية وغير الكلامية داخل البرلمان، لكن عندما تم الإقرار في النهاية أن تكون اللغة العربية واللغة التيغرينية، ولحكمة سبحان الله يعني، وكأنه حقائق التاريخ. أنا ما أعرف أولئك الأجداد رحمة الله عليهم هل كانوا يعلمون هذه الفكرة وثبتوا العربية في البداية قبل التيغرينية، وإن كان هي الحقوق وحدي، أم كانت هي إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكون اللغة العربية واللغة التيغرينية. وللجوانب اللغوية لها دلالات عندما تكتب حتى في المرجعية، لما تقول مصادر التشريع هو الكتاب والسنة، معروف يعني إنه وليس للتفضيل، هذا ليس التفضيل، ولكن يأتي في مقام التأكيد وحتى في ترتيب الأشياء. عموما فالعامل العلمي العلماء والمدرسين العرب عندما جاءوا إلى إريتريا ما واجهتهم أي صعوبة في تعليم المجتمع، والعكس كذلك عندما كان يغادر الآلاف الذين تعلموا في البلاد العربية علوم الدين أو علوم الدنيا بشكل عام، حتى الذين لم يدرسوا بها شهر شهرين ثلاثة تلاقيهم، والذين درسوا القرآن طبعا وما كان عندهم أي مشكلة، بل بالعكس كانوا من الناس المتفوقين المجيدين، ومن الناس في قائمة الأوائل دائما. والبلاد العربية تعرف ذلك، واستمرت طبعا الهجرات إلى دول شمال أفريقيا كمان كليبيا والجزائر وتونس والمغرب. يعني لو عملنا إحصائية لم تكن الهجرات إلى أوروبا وأمريكا إلا مؤخرا، فالعقول التي يعني ارتبطت بالجغرافيا العربية والعلم العربي والمنظومة العربية كان لها دور كبير برضو، وعادت طبعا أعداد هائلة قبل أن يحكم عليها هذا المستعمر بعدم العودة، بل يحرمها من حق العودة. أيضا كان لهذا العامل العلمي الأكاديمي التربوي دور كبير في ترسيخ اللغة العربية وتطويرها وتثبيت أركانها في إريتريا. ثم جاء العامل الثوري، عامل الكفاح المسلح، والثورة الإريترية كما أشرت أنا في الحلقة السابقة إنه يعني لا يمكن منطقيا أن تكون لغة التدريب لأمة دار تسترد حقوقها في الميدان أن تكون لغة التدريب هي اللغة العربية. يعني المسألة ليست على أهواء من كانوا، وأنا ما داير أرجع للكلام اللي قلت، لكن العامل الثوري كان له دور كبير
في تثبيت هذه اللغة. كيف؟ بشكل موجز إنه عدد من الدول العربية هي التي وقفت في بدايات الكفاح، بدءا من السودان ثم اليمن وسوريا والعراق والسعودية والكويت وقطر يعني ومصر طبعا العزيزة. فكان يعني ويكفي أن تكون مصر هي موطئ أو مكان أو بلد إعلان الكفاح وإعلان تأسيس جبهة التحرير. وحتى وإن كان التأسيس هو سواء كان قلنا في السودان أو قلنا مصر أو هنا، هي كانت في منطقة عربية. فالعامل الثوري أو بداية العامل النضالي والعامل عامل الكفاح المسلح برضو كان له دور كبير، بدليل أنه كثير من أولئك الضباط وضباط الصف وغيرهم تخرجوا من كليات عربية، في كليات الحربية، وحتى الذين برضو أخذوا دورات سواء كان في التمريض أو في مجال الصحة وفي مجال العسكرية وغيره وغيره، كانت كلها باللغة العربية. وهؤلاء الناس لم يكونوا يعني لا يمكن أن يأخذوا تلك العلوم لو لم يكن لهم أصول وجذور لهذا. وبالتالي فترة الكفاح المسلح اللي تبدت فيها سواء كان افتتاح منافذ إعلامية والحديث من تلك البوابات، أيضا كان له الدور الكبير في تثبيت هذه اللغة. ولذلك عندما جاء هذا المستعمر فلنقل يعني بعد 81 يعني خلق شكل من أشكال أو ألب واشتغل فيها بشكل خبيث أنه هذه الثورة ليس لها علاقة بالمنظومة العربية، بل ودائما كان يربط يعني ما آلت إليه يعني وبمكر وخبث ما آلت إليه القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية، القضية الفلسطينية. ويقول في وسائل الإعلام وغيره انظروا ماذا فعل العرب للقضية العربية، القضية المركزية فلسطين، إلى أن أفرز مجموعة من الناس يقول لك الحمد لله ذاته نحن قطعنا الحبل السري بيننا وبين الأمة العربية من الشعب الإريتري مع الأسف الشديد. ويقول لك لو كنا استمرينا نحن مع علاقاتنا مع الأمة العربية وكذا بتاع ربما ما كان جاء 91 بطريقة فيها شكل من أشكال السذاجة والغباء السياسي. أنا في تقديري أنا لا أبرئ ساحة الثورة الإريترية من التنازعات اللي كانت موجودة في المنظومة العربية، سواء كان المنظومة البعثية والمنظومة الشيوعية والمنظومة الإسلامية وغيره وغيره، له انعكاسات. وأنت انعكاسات ده شيء طبيعي ويرتبط ارتباطا تاريخيا وجغرافيا ونفسيا وعوامل أخرى. أنت تتأثر بمن حولك، أنت لا تتأثر زي ما جاب لنا المستعمر الأخير الموجود الآن لكي يربط ويعني يخلي إريتريا دي منبتة عن جذورها وتاريخ امتداداتها. دخل إلى حتى إلى المناهج، جاب لنا من لاتين أمريكا وأشياء. صحيح تلك كانت باللغة الإنجليزية، لكن ما أظن كانت يعني المنظومة العربية تفتقد إلى عقول، حتى لو كان دار تجيب أنت منهج إنجليزي مثلا. المنطقة العربية يكفي أن السودان هو علم عدد من وغير السودان، ولكن السودان ارتباطا بالفترة الإنجليز الطويلة ديك، والله نعرف كثير من الناس من المعلمين السودانيين الذين علموا الإنجليزية لناس ذاته سواء كان في كامبريدج ولا في أي منطقة ثانية، كانوا يذهلوا ويكفي الإشارة إلى بروفيسور عبد الله الطيب، ذلك العالم النحرير اللغوي الفقيه المفسر للقرآن الكريم رحمة الله عليه، كيف كانت له صولات وجولات مع الإنجليز يعني. فتلك يعني هي سياسات المستعمرين. وبالتالي أنا في تقديري هذه جملة أهم العوامل التي ساعدت ورسخت
لأن تكون اللغة العربية في إريتريا أن يكون لها شأن ويكون لها وجود مع العوامل التاريخية الموغلة في القدم والمرتبطة بجذور ما يمكن أن نطلق عليه جذور المنطقة العربية وشبه الجزيرة العربية منذ آلاف السنين، لكننا نشير إلى على الأقل خلال 100 سنة أو 200 من تلك الفترة كيف ثبتت. وعلى الرغم من كل المؤامرات والمماحكات والمكائد والمشاريع الهدامة والمشاريع الشعوبية التي استهدفت هذه اللغة العربية في إريتريا، على الرغم من كل ذلك لا زال اللسان العربي موجود في إريتريا، ولا زال الإنسان الإريتري حقيقة يرغب أن تكون هذه اللغة قائمة وموجودة رغم كل تلك المتاريس السياسية الهادفة إلى نزع اللغة العربية من عقول الناس. عزيزي المشاهد، فاصل وأعود إليكم لأتوقف عند محطتين لندلل على أن هذا الشعب هو في عطش لهذه اللغة رغم كيد الكائدين والمتآمرين على هذه اللغة. فكونوا معنا مشاهدينا الكرام. المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل ما انقطع من حديث في برنامج مع اللغة العربية من شبكة سلام الإعلامية. تحدثنا فيما سبق، وهذه هي الحلقة الرابعة، عن العوامل التي ساعدت على انتشار اللغة العربية في إريتريا وتثبيت دعائمها وأقدامها ومن ثم تطورها. الآن أنا سأحكي عن مشهدين وموقفين لندلل على أن هذا الشعب كيف حرم واحدة من حقوقه. أولاً، علينا أن نثبت على أن اللغة العربية ليست خاصة بالمسلمين في إريتريا. نعم، المسلمون لهم ارتباط عقدي ديني أكثر من إخوانهم المسيحيين باللغة العربية، هذه حقيقة، ولكن طالما نحن نؤكد على أن إريتريا التي نعرفها أو إريتريا التي نتحدث عنها هي التي ورثناها من الاستعمار، على الأقل التي تشكلت بعد دخول إيطاليا، ونشأت إريتريا كمستعمرة إيطالية. وبالتالي هذه إريتريا فيها أكثر من لغة وهي امتداد لتاريخها، وبالتالي اللغة العربية بتعني كل المجتمع الإريتري سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. هذه وحدة صحيح، وتعني في ذات الوقت القبائل ذات الامتداد والأصول العربية والقبائل والإثنيات ذات الأصول الإفريقية. طالما أنت موجود في منطقة جغرافية واحدة وتشكلت هذه الدولة وهذا الشعب وهذه الأمة، فكل ما يعني من لغة وثقافة وتاريخ ومصير ومستقبل وواقع هو يشمل كل الناس. هذه لابد أن نثبتها. وبالتالي المستعمرون لم يحرموا فقط المسلمين من هذه اللغة، ولكنهم استهدفوا الشعب. ده تأكيد على أن هذه اللغة هي لغة هذا الشعب ولغة المجتمع مع لغات ثانية، كل لغة حسب إمكانياتها وتطورها. وجاء المستعمر الأخير، خلونا نقول إنه المجموعة الحاكمة اليوم، ولا نتحدث عن الجبهة الشعبية، لكن نتحدث عن هذه الطغمة الحاكمة الزمرة، الحكومة أو المجموعة الحاكمة. كيف استهدفت؟ عندما استهدفت اللغة العربية استهدفتها من كل المجتمع، نفس الاستعمار الإيطالي، الاستعمار الإنجليزي، الاستعمار الإثيوبي، نفس الشاكل يعني. وبالتالي واحدة من الحقوق التي حرمها هذا الشعب هو حق اللغة وحق التعلم. يعني أنا في تقديري أكثر
ضمن الحقوق المظلوم أو المسلوبة من هذا الشعب كان حق تعلم اللغات. وعندما أقول ذلك أنا أقول، وبعدين مش لدى الناس الطائفة المسيحية، ولكن حتى بالنسبة للمسلمين يعني، ولأنه خلق روح من العداء تجاه هذه اللغة، والبس اللبوسات السياسية وغيره وغيره وغيره، إلى أن الناس يعني وحدين كانوا يخافوا يتكلموا لغة عربية حقيقة يعني، وأن تتقرب إلى المجموعة وكده بتاع لابد أن تتحدث بلغة غير عربية، لغة عجمية، سواء كان تقرينيا أو تقري أو غير ذلك يعني. وما عدا العربي فكله عجمي، حتى الإنجليزي عجمي كل اللغات يعني. وده لا يعني إنه مش ما في احترام للغات، لا، وليس استهزاء باللغات، ولكن برضو إنه المستعمر الموجود في معادله او في اسطوانه كده خدتها كده والناس مشت عليها من حيث لا تدري، يقول لك اللغات كلها متساويه في اريتريا، كل اللغات متساويه. لما تجي في دائره الفعل لا، اللغات كلها ما متساويه، في لغه عليا وفي لغه دنيا، شئنا ما بينه. وسائده هي اللغه الوحيده الموجوده ومعروفه يعني، والمعروف لا يعرف. وبالتالي مساواة اللغة في إريتريا ده شعار خدته المجموعة لكي تمارس الظلم اللغوي في البلاد. أنا حأحكي موقفين. الموقف الأول، وعشان ما نميز بين الشعب والمجموعة الحاكمة وبين الجغرافيا والفئة المنتمية لحتة معينة. يعني مثلا الآن في وحدين يعني نتيجة للظروف الموجودة بيفتكروا إنه ناس المرتفعات والناطقين بالتجرينيا وكده بتاع عندهم عداء مستميت ضد اللغة العربية وضد المسلمين وما إلى ذلك، نتيجة للممارسات اللي بيشوفوها. وده كلام خاطئ طبعا، لأنه هذا المستعمر الموجود هو استهدف كل فئات المجتمع. وإذا أنت دار تقيس إحساس المجتمع، انزل الى شارعه، انزل الى ناسه واطفاله، يعني حتى تحس بانه الاحساس الجماهيري غير احساس السلطه المتنفذه. وانا داير اضرب مثل واحد. 91 لما جات اول قافله طلابيه من السودان العزيز الشقيق، البلد الوطن، قافله طلابيه كانت، وهذه القافله تشكلت من الطلاب الإريتريين، اتحاد الطلاب الإريتريين بالجامعات والمعاهد العليا في السودان بعد 91 أو في 91، والقافلة وصلت شهر 11 1991. هذه القافلة رعاها طبعا جهاز التعليم الإريتري من الخرطوم، ونترحم على رئيس ومدير ومؤسس الجهاز الأستاذ المربي المناضل محمود سبي رحمة الله عليه، وعلى شقيقه الزعيم عثمان صالح سبي الرحمة والمغفرة. الطلبة بعد 91 ودخول الجيش الشعبي أسمرة وحرر البلاد من الاستعمار الإثيوبي وطرد آخر جندي من الأرض الإريترية، فكروا في أن ينظموا قافلة طلابية ثقافية ومحملة بالمؤن والأدوية وما إلى ذلك. كانت قافلة مشهودة، أنا كنت واحد من أولئك من تلك القافلة التي أعتز أنني كنت جزء منها. وفي ذات الوقت أنا كنت مسؤول الإعلام والتوجيه الثقافي في جهاز التعليم الإريتري، فجئت إلى إريتريا مشرفا على القافلة الطلابية باعتبار أنه الجهاز داعم القافلة، وأنا كنت مسؤول الإعلام والتوجيه الثقافي ودار ما دار طبعا بين الإدارة والأستاذ محمود سبي. أنا إن شاء الله يوم كده نتحدث عنه. المهم في النهاية اقتنع، فدخلت أسمرة مع الجماعة المباركين يعني، والحمد لله. فأنا داير أضرب المثل، يعني كيف كان الشعب الإريتري، وده مثال يعني، وفي قلب أسمرة 91. فما بالك المناطق الثانية كانت كيف؟
بمعنى المنخفضات أو وردات وبركة والسمهر، وبرضو على دكة محري وكده بتاع. أنا قاعد أتحدث عن المجتمع اللي كان في أسمرة، ويديك مؤشر يعني. فلما جينا الأتوبيس نزلنا تقريبا زي الساعة 7 مساء، نزلنا في منطقة يعني قريبة من المستشفى الكبير، اللي هي يعني تقدر تقول عليها وسط المدينة أو أقرب لطابة وكده بتاع. المهم كان هناك فندق اسمه زمان كان بيسموه البيرجو تشاو، يعني فندق تشاو. يعني يقال أنه يعني اللي بيدخل فندق البيرجو تشاو ده يعني خلاص حينفض كل حاجة وحيطلع مفلس، يعني حيقول لك تشاو. ده المعنى اللي كان موجود، ولذلك ما كان يدخلوه إلا الأثرياء يعني. ومع مرور الزمن والطليان مشوا والبريطانيين واثيوبيا وبتاع، فهذا الفندق تحول الى معسكر لجرح الحرب الاثيوبيه. والقافله لما جات، يعني لانه القافله برضو يعني الناس خايفين منه وحاجات الموجودين، يعني الحكومه الموجوده، فنزلونا نحن كغافله في البيرغو تشاو، يعني فندق تشاو يعني. وتشاو تعني مع السلامه باللغه الايطاليه. فلما نزلنا من الأتوبيس وكان زي الساعة 7، طبعا تحركت القافلة من الخرطوم مرورا بكل المدن السودانية، ثم دخول على الحدود الإريترية والمدن ودخلنا والبلاد يعني رائحة البارود في أنوفنا يعني. وشفنا الجثث وشفنا المؤاخذة ورؤوس مقطعة وأيدي يعني مبتورة هنا وهناك على طول الطريق يعني، لأنه الطريق كان بري طبعا. والمهم دخلنا أسمرة فاتحين يعني. فنزلونا في فندق تشاو. لما نزل الأتوبيس طبعا الكلام كله بالعربي يعني، قافلة جاية من السودان وكلنا إريتريين يعني. فأنا أذكر فيما أذكر يعني تجمعوا حولنا كده مجموعة من الأطفال، فجونا يحكوا لنا. وطبعا الناس ما كانوا يتكلموا تقرينيا كثير، الغافلة كنا اللي بنتحدث تقرينيا أو نسمع تقرينيا كنا قلائل يعني نعد بالأصابع يعني. فلقيت نفسي أنا واحد مجموعة كده يسألوني جيتوا من وين بلغة التقرينيا؟ كابا يمتسخهم كابا يمتسخهم، جيتوا من وين؟ كاب سودان يخم مش كده وكده بتاع. هم فاهمين إنه الناس اللي بيتحدثوا العربي من السودان. فسؤال سألوني والله أنا أذكر وشهادة للتاريخ أقول يعني، قالوا لنا أنتوا جيتوا طبعا تعلمونا اللغة العربية بالتقرينيا. كاب سودان نتسيهم كان كوا تقرينيا ختمورونا. أيوة قلنا لهم يس جايين ندرسكم. والله عدد واحد، عدد يعني عدد من الأطفال، ولغة الشارع بتشيل من الأطفال، لأنه لغة الأطفال هي كانت لغة البيوت ولغة الآباء ولغة المجتمع. هكذا يعني هكذا تفسر الأمور يعني. واحدين ممكن يقولوا ما هم مجموعة أطفال يمكن هنا، لا ما كان. هؤلاء الأطفال هم يعني اللي اكتووا بلغة المستعمر وسياسة المستعمر الإثيوبي وغيره وغيره. فقالوا لنا يا أخي أنتم مش جايين تعلمونا اللغة العربية؟ قلنا لهم نعم. حتعلموا شعب أسمرة؟ قلنا لهم نعم. بس قالوا لنا يا أخي شعب أسمرة شعب كبير وشعب عدده هائل، أنتم ما كفاية. والله العظيم أنا كل ما يعني فترات اللي قعدت فيها في إريتريا وشفت طبعا شهدنا كيف وصل التهميش تدريجيا شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن أصبحت اللغة العربية هي مجرد لا بتسمعها في ترجمة كده واسم موجود القسم العربي في التلفزيون وإذاعة صوت الجماهير وما عارف التلفزيون الإريتري وكلمة الهناوي في البطاقة موجودة. على الواقع الفعلي ما موجودة. أنا أقول بصراحة نحن اللي اشتغلنا في إريتريا لو ما كنا نفهم التجرينيا ما كان اشتغل. تكتبها تقراها تسمعها بتاع بأي شكل من الأشكال، لكن ما عندك علاقة بالتجرينيا والله ما تقدر تقعد في أدنى وظيفة في ذلك العهد، ولا زال مستمر حتى اليوم. فقالوا لنا أنتم ما كفاية. فكنت دائما أنا بتذكر مفروض أنتم تجوا أكثر من كده، قالوا لنا، لأنه شعب أسمر وسكان أسمر عدد هائل كبير. وهذا مشهد واحد. أختم المشهد الثاني. إذا واحد وحدين بيشوفوا إنه
أولئك الأطفال. طيب نأتي إلى واحدة من الوزارات، وأكثر وزارة شكلت هذا المجتمع، لعبت دور كبير مع وزارات أخرى، وزارة الإعلام التي كنا فيها ونتحمل جزء كبير من تبعات السياسات التي فرضت علينا طبعا، ومن فرض عليه سياسات تبناها في المعنى، ومن كتبت عليه خطى مشاة ومشينا طبعا. ولكننا كنا والله نعمل حتى لو لم نصرح بذلك، لكن كنا مشاريع بتاعت لغة، مشاريع بتاعت ثقافة، مشاريع بتاعت يعني قيم ومثل ومبادئ، والحمد لله. وإن لم نكن كذلك لما تحدثنا اليوم في برنامج اسمه مع اللغة العربية عبر شبكة سلام الإعلامية. عموما في وزارة الإعلام في واحدة من الاجتماعات وفي ظروف أشبه بظروف ما شهدته البلاد حرب بادمة المزعومة تلك، في الأزمة التي تولدت بين إريتريا أو افتعلت بين إريتريا واليمن، الجمهورية اليمنية الشقيقة، عبر في جزر حانش وزغر يعني. المهم مع تلك الحروب والمعارك، طبعا هي ما كانت امتدت كثير، لكن برضو كان هنالك شهداء يعني، وكانت هنالك حرب وجلوس إلى المحاكم وما إلى ذلك، وتغيرت حاجات كثيرة، وهي جاءت ضمن استعداء اللغة العربية والعرب، عرب دول الجوار وما إلى ذلك، هي جاءت في ذلك السيناريو. طيب ليه جاءت حرب بادمة؟ برضو حرب بادمة لها سيناريو آخر، ملف آخر، والدليل على ذلك هذه الحرب التي رأيناها، والحاكم بأمره قال لم نخسر شيء، ونتأسف على الأرواح التي راحت سدى وضاعت في حرب التحرير. عموما في معمعة الحروب والمناوشات والمماحكات والمشادة الإعلامية وكده بتاع، عقد وزير الإعلام ساعتها براخي قبر سلاسة اجتماع، واحدة من الاجتماعات أو اجتماعات كثيرة طبعا في الوزارة، عقد ذلك الاجتماع في قاعة هجر الموجودة في قلب وزارة الإعلام اليوم، وتحدث عن أشياء سياسات الوزارة وما إلى ذلك، وتطرق إلى قال إنه ضمن سياسات وتطوير اللغات في الوزارة وما إلى ذلك سنشرع في برنامج تطوير ومهارات وإيش تعلم اللغة الإنجليزية في جامعة أسمرة عبر كورسات وما إلى ذلك، والكلام طويل يعني. هنا الشاهد عزيز المشاهد، انبرى له واحد من الزملاء الصحفيين من المتحدثين بلغة التجرينية، ومسيحي ومقاتل ومن إقليم أكولوكزاي خلينا نقولها، وفي نفس الوقت برضو ما له علاقة يعني ما تأثر بمشى السودان وما بعرف شنو بتاع، الزميل الشاعر الإعلامي الكبير ساميئيل قبر أدوناي، وأنا أحيي من هنا. قال له يا معالي الوزير أنا عندي سؤال. قال له تفضل. قال له طبعا عشان هو مقاتل عنده الشجاعة ويتكلم، ودي حقيقة نقولها، ولأن الذين لا يتحدثون بالتجرينية والله ما كان يسألوا في الوزارة، وده تلك قضية أخرى. فقال لي يا معالي الوزير أنا عندي سؤال. قال له أنت ذكرت وقلت إنه نحن حنفتح كورسات وحتلتحقوا بالجامعة لتطوير مهاراتكم ومستواكم في اللغة الإنجليزية، صح؟ قال له نعم. والوزير قاعد في المنصة مع مجموعة منه. قال له يا أخي أنا داير قال له نحن انتوا تقولين داير نطور لغاتكم، نطور اللغه الانجليزيه والايطاليه والبتاع. قال له يا اخي يا سيد الوزير نحن نحتاج الى تعلم اللغه العربيه شئنا ام ابينا. قال له اريتريا هذه في منطقه عربيه، جوار عربي، والله هو ما عنده الحاجات اللي قاعد نتكلم فيها هسه نحن. هذا احساس مواطن عادي، نحن جوار عربي وموجودين في منطقه عربيه وتاريخ امتدادنا العربي، شئنا أم أبينا نحن جزء من هذا المجتمع الذي نتحدث عنه. 200 انتوا ل 200 داير تفصلونا من تواصلنا ومن جذورنا وبتاع. أديك مثال. قال له يا معالي الوزير عندما بدأت الأزمة مع اليمن
والإعلام العربي كله يتحدث، وكان الموقف العربي طبعا مع الجمهورية اليمنية، ونحن قال له يا أخي صم بكم ما قادرين نفهم ماذا يقول هذا الإعلام. تعبنا الزملاء، قال والله ذكر اسمين يعني، قال تعبنا الزملاء اللي بيفهموا العربي ويتكلموا العربي. يا اخي بالله شريف قاعد يقول شنو، يا اخي جزائري قاعد يقول شنو، وذكر، انا اتذكر الاسمين دي، جزائري انتهي بلا له، شريف انتهي بلا له، عشان يترجموا لنا تعبوا معانا. فقال له يا معالي الوزير علمونا اللغة العربية، نحن لنا مصلحة في هذه اللغة ولنا فيها حقوق، بلا انجليزي بلا بتاعه بنهر وطبعا مقاتل، هو رمى فيها كلمتين بالايطالي يعني. معالي الوزير كان رده ايش؟ قال له نعم نحن نعلم، قال له دي مساله ونحن كان بديناها، والاهتمام باللغه العربيه هي مهمه جدا وسنبحث هذا الامر، ونعم كلامك مضبوط وبتاع. القاعه صفقت لما قال سامير قبر ادوناي علمونا اللغه العربيه، وعندنا ناس موجودين هنا وجيبوا لنا. فضربت المثالين ديل عشان اؤكد على انه الشارع الاريتري سواء كان من الأطفال من المتعلمين، هذا رجل إعلامي أولئك الأطفال، والله ولو عملنا بحث واستبيان واستقصاء وزعناه على الشعب، والله نتشبث باللغة العربية في إريتريا. لأنه اليوم كل الأمم والشعوب والشباب الذين تلتقيهم في دول المهجر يتحسروا، يقول لك يا ريت كنا نعرف لغة عربية. وكثير من المشاهد نحن نجح نحكي عنها يعني. وأكتفي بهذا القدر عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، وكانت حلقة اليوم عن العوامل التي ساعدت لتثبيت وتطوير اللغة العربية في السنوات الزاهية التي شهدتها إريتريا. كانت هذه الحلقة الرابعة. في الحلقة الخامسة إن شاء الله سنتحدث عن ما آلت إليه اللغة العربية، وكيف استهدفت، وكيف يعني مارس هذا المستعمر. نحن لا تعنينا السنوات هنا، يمكن بالمعرفة الناس فهماها أو بالقراءة هنا بالنسبة للمستعمر الإثيوبي والإيطالي والبريطاني وما إلى ذلك. نحن حنمسك من 91 كيف استهدفت هذه اللغة، وممكن نرجع بها شوية كمان للرؤية الفلسفية التي قامت عليها المجموعة. عندما نقول المجموعة التي أسست ما يسمى بالجبهة الشعبية، هذا لا يعني نكران لدور الجيش الشعبي في تحرير البلاد وفي الملاحم البطولية، لكن نحن نتحدث عن أولئك الرؤوس كيف استهدفوا اللغة العربية في الصميم إلى أن وصلنا هذه المرحلة غير المسرة والمرحلة البائسة جدا جدا. ولذلك نحن نهدف من هذا البرنامج لتأكيد أشياء ودق ناقوس الخطر، وفي نفس الوقت تنبيه الناس للاهتمام بهذه اللغة. ألتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أحييكم أنا أحمد شريف في الإعداد والتقديم لبرنامج مع اللغة العربية من شبكة سلام الإعلامية. تحياتي وتحيات الزملاء الفنيين الذين يرافقوني في المونتاج والإخراج. نلتقيكم بإذنه تعالى في الحلقة القادمة. وفي الختام أقول لكم سلاما لو تجسد كان درا، وياقوتا يقلب باليدين، كما قال الشاعر الراحل محمد صالح ابن هارون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.